السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله يعني ايه، يوم اجازة كده، فاحتمال نخرج. فبيني وبينكم قلت انا اعمل حاجة كده ناكلها برا. الواحد فجأة كده ما بقتش احب الاكل الجاهز بتاع برا. فقلت هعمل فطيرتين محشيين، يعني واحدة ممكن اعملها سجق، وواحدة اعملها ايه، اعملها فراخ كده، وواحدة اعملها سادة. فدلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا، زي ما انتوا شايفين انا معايا بالظبط دلوقتي. ده كيلو دقيق اهو، انا حطيته ونخلاه وكل حاجه اهو. تمام. كيلو الدقيق ده انا هحط عليه بالظبط زي نص معلقه ملح كده، او ربع معلقه. صلنا على النبي عليه الصلاه والسلام، بالاخص ان انا هعمله حادق. تمام. طريقه الفطير سهله جدا جدا جدا. الفطير اللي انا بعمله اهو، انا حطيت الملح وبقلبه اهو زي ما انتوا شايفين، ماشيه معاكم خطوه بخطوه. وبالظبط كده هحط زي ايه، يعني على المعلقه دي كده اهي، زي معلقتين من بتوع الرز اللي بناكل بيهم الرز كده، زيت اهو. بس اهو زيت اهو معايا. موضوع سهل قوي وبسيط، مش محتاج اي حاجه. وطريقه الفطير سهله، مش محتاجه اي حاجه. وانا كنت عملت الفطير قبل كده قدامكم، وبعمله تاني مره اهو. بس النهارده ان شاء الله انا هعمله لكم فطير بالحشوات. وانا مسخنه ميه معايا. الميه بقى هنا زي ما بقول لكم على حسب تقديرك، ما تكتريش. لما ما تكتريش وتمشي واحده واحده هتظبط معاكي، بحيث ان انت ما تحتاجيش دقيق تاني. لان انت لو كترتي هتحتاجي ان انت تحطي دقيق تاني. فانا معلش، انا بس ايديا زي الفل. وانا ما بعرفش يعني بصراحه، انا جربت ان انا اشتغل بجوانتيات معرفتش. بيني وبينكم معرفتش خالص. فالقصه معايا انا ايديا بعرف اتحكم فيها. اهي انا محتاجه كده الميه. والميه معايا دافيه. الميه معايا انا حطاها دافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الصوره تبقى واضحه قدامكم. بس حط بس حاجه بسيطه بالتقريب كده. ابتدوا بنص كوبايه ميه على كيلو دقيق. واحده بقى واحده مع بعض كده، وتلتوا فيها لحد ما تلم معاك. هي سهله قوي، وكل حاجه سهله وكل حاجه بسيطه. صلوا على النبي يا حبايبي، النهارده يوم جمعه كريم اهو. زي ما انتوا شايفين انا بعجن اهو، بدأت تلم معايا. زي ما انتوا شايفين اهو، ما خدتش مني حاجه. بالظبط انا قلت لكم كيلو دقيق نبتدي بنص كوبايه ميه، وتكون الميه ايه، دافيه، يعني مش ولا سخنه قوي ولا ساقعه قوي. تمام. اهي زي ما انتوا شايفين اهي لمت معايا. تمام. انا هشيل بس البوله. وانا عندي الفويل ده بصراحه جالي هديه برضو. انا بقى هقعد بقى مع نفسي كده اعجنها مع الدوشه دي. امشي على رخامه بقى، تقعدي تبسي فيها كده. زي ما انتوا شايفين اهي، هي لمت معايا. بس انا عشان بس الدوشه بتاعت الفويل، انتي تقعدي تاخدي فيها كده، بحيث ان انتي ايه. بس انا الفويل عامل دوشه. فثواني انا هقعد ادعكها لكم شويه كده ببعض وابسلكوا فيها. انا عايزاكي بس ان انتي تشوفي الطريقه دي تعمليها بقى. لو انتي عندك رخامه تعمليها عليها، تقعدي كده بقى تاخدي وتدي معاها كده اهي. تقعدي كده مع نفسك كده فيها شويه، قيمه 5 دقايق. هي دي اللي هتخلي لك الفطيره معاكي كويسه
وتفرد معاكي وتبقى العجينه حلوه وطعمها حلو ومورقه. بصوا معايا، بسم الله ما شاء الله، بقت طريه وجميله جدا. بصوا بتاخد وتدي، بس هي لازم بقى تستريح نص ساعه عشان تفرد بقى معاكي وتبقى جميله كده ان شاء الله. اهي هنحطها اهو وهنغطيها بفوطه، ما عنديش استرتش للاسف، ونص ساعه كده ان شاء الله باذن الله. وايه، ونرجع لبعض نروح نعمل الحشوات ونرجع لها تاني. وانا زي ما انتم شايفين اهو العجينه قدامنا اهي اهي، بسم الله ما شاء الله، اهي قدامكم اهي. تمام، هقطعها بقى قدامكم دلوقتي. انا دهنت هنا زيت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هتبقى سهله ناعمه بسيطه جدا وهتعجبكم قوي 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 قوي. انا هبتدي ان انا احطها كده على الفطير. وانا زي ما انتم شايفين اهو قطعت كيلو دي زي ما انتم شايفين، ودهنته على الوش زيت. لازم تدهنوه زيت عشان العجينه لو تعرضت للهواء بيحصل لها نوع من انواع، عارفين كده الحاجه لما يقولك ايه هتقشف معانا مش عارفه ايه تعمل قشره. انا بتكلم يعني ايه، بكلمكم عادي يعني بطريقه الناس القديمه، يعني بطريقه امي واجدادنا. تعمل قشره. لا احنا كده هنفردها معانا. بصي بتتفرد معانا بمنتهى البساطه اهي. وكل ما العجينه تقعد معاكي كل ما ايه، كل ما هي هتفرد معاكي اكتر. وخلوا بالكم انا لما تيجوا تبتدوا العجن ابتدوا بميه قليله. لما الميه تبقى قليله تقدروا هتتحكموا في الدقيق اللي معاكم، بحيث ان انتوا ما تقعدوش تزودوا في الدقيق وتلاقوا الكميه كبرت معاكم. ممكن ما تبقوش عايزين الكميه ديت، لا احنا نتعامل بميه بشويه قليلين الاول وحبه في حبه. يعني انا بدات بنص كوبايه، وصل معايا الموضوع لكوبايه ميه. وخلوا بالكم الدقيق بيختلف، في دقيق تلاقوه بياخد معاكم وفي دقيق لا. فانا عشان كده بقول لكم ما تبتدوش زي ما انتوا شايفين. بصراحة نوع الفويل ده حلو قوي بصراحة، جالي هدية، شكرا لأستاذ محمد. النوع ده جالي هدية، بس نوع حلو قوي بيتباع في كل حتة. حلو قوي ان انتي تفرجي عليه اي معجنات ليكي، اي بسكوتات تقطعيها عليه وبيصبن ويتلم عادي تاني. تمام اهو بتتفرد معايا بكل بساطة. خدتوا بالكم بتتنفخ ازاي؟ انا بحاول على قد ما تقدري مع العجينة ان انتي ترفعيها. تمام، كل ما الفطير بيبقى رفيع معاكي كل ما الدنيا بتبقى معاكي تلاقيه مورق كده وطعمه حلو وجميل جدا. انا برضو خلوا بالكم ان انا مش عارفه اتحكم قوي، لان انا واقفه على ترابيزه يعني. بس انا قلت اغير بصراحه، انا مش عايزه ادخل يعني، زهقت بقى من طبخ في المطبخ، قلت اغير كده معاكم المكان اهي. انا ما قطعتش التقطيعه الكبيره، خلي بالكم ان انا ما خدتش
العجينه بتاع كيلو دقيق كلها انا شلت جزء منها في الفريزر زي ما قلت لكم. انا بقيت اعمل حاجات باضافات زياده بحيث ان هي ايه بتنفعني في ايام تانية. بصراحه ابقى جايه من الشغل يبقى ما فيش، الواحد مش قادر يعمل حاجه، مستعجل عايز ينزل، مش شرط. خلي بالك بصوا رفعها قد ايه، بصوا الرفع، شايفين اهو، انتوا شايفين ايديا من هنا اهو. فالقصه كلها في فرد دقيق معاكي ان انت تسيبيه يستريح، ان انت تسيبيها تستريح. وانا هنا حطيت معلقه زبده مع شويه زيت، عشان انا زي ما قلت لكم انا بعمل حاجات اقتصاديه وموفره علشان اللي ما عندوش زبده، اللي ما عندوش سمنه. يعني احنا دلوقتي بقينا في ظروف، يعني الناس كلها دلوقتي الحمد لله، بس انا بعملها النهارده كده لاني انا خارجه وهاكلها بره. فالقصه كلها معايا اني انا اللهم صل على النبي. بصوا انا دلوقتي هلمها كده واخد عشان اعمل واحده تاني وهوريكم انا هعمل ايه، حاجه يعني جديده. انا على طول بعمل الفطير كده والمه كده ماشي، ده الفطير العادي. انما انا الفطير اللي باجي ان انا اعمله وهحشيه الحشوات بتاعته. اعمل معاكم تاني واحده اهو. تاني واحده هتتعمل ايه؟ فين التقطيعات اللي بتحصل معاكي ما يهمكيش، كلها ما بتبانش. تمام. هنعمل ايه؟ مش هينفع ان انا احط صلصه. انا كل اللي انا عملته ان انا ملحت البصل ده اللي انتوا شايفينه مع الفلفل، ملحته بملح وفلفل، والطماطم نفس الكلام، ملحتهم بملح وفلفل كلهم. وهبتدي ان انا اوريكم احشيها ازاي اهو زي ما انتوا شايفين. انا ملحاه بملح وفلفل وممكن يبقى باين قدامكم. تمام. هاخد ايه بقى؟ هاخد شويه حشوه من دول احطهم كده. كل ده هيدبل وانا مشغله الفرن. تمام. كل الحشوات دي اهي بوزعها. وخلوا بالكم ان انا في الاول وفي الاخر احنا بنعمل اكلات اقتصاديه وطعمها حلو، طعمها زي بره بالظبط. يعني ايه؟ بحيث ان انتي ما تقوليش لنفسك ايه، ما تقوليش لنفسك ده مش عارفه. انا هنا ممكن اعملها ميكس اهو. الكفته اهي اللي بقت مني اهي، او اعملها ميكس خالص، او ممكن ما اعملهاش ميكس. مش هعمل دي ميكس، انا دي هعملها بالكفته خلاص. الحشوه بتاعتها طلعت كتيره. معلش يا جماعه انا فاتني، انا كنت فاكره ان الكاميرا شغاله. انا حطيت الطبقه التانية اهي دي الطبقه الاولى اهي. انا حطيت الحشوه جوه وادي الطبقه اهي. انا ما استعملتش الصلصه يا جماعه. انا خلوا بالكم ان انا كل ده انا لم استعمل صلصه على الاطلاق لان هي مش بتزايد. دي فطيره بالحشوه اهي. اهي الفطيره قدامكم اهي. زي ما انتوا شايفين. يبقى انا استعملت فيها طبقتين، طبقه فوق وطبقه تحت. ودي الاول فطيره انا عملتها. ودي زي ما انتوا شايفين انا عملت الصينيه التانية اهي قدامكم، دي بحشوه الفراخ. وهدخل الفرن وهرجع لكم تاني. انا عملت يا جماعه يعني في حاجات ما حطيتش فيها طماطم علشان خاطر براعي كل واحد بيحب عندي ايه. شوفوا بقى انا قلت لكم السجق ايه ما نكترش، نعمله بشويه زيت لانه بينزل سمنه. خلوا بالكم سبحان الله والله الحشوات معايا تقريبا زي ما هي اهي.
اهي قدامي. الحشوه دي بس كان فيه قطعه لحمه. انا خلوا بالكم ان انا بلم بقايا البيض اهو، كله هيورق معايا. وخلوا بالكم ان انا مش مكتره السمنه برضو، او دي مع معلقه السمنه اللي انا عاملاها اهي. وادي الفطيره اهي. واول ما يطلعوا من البوتاجاز ان شاء الله اهو. وحاجه انت عاملاها، شايفين هي لو مش رقيقه مش هتنفخ معايا كده. شايفين النفخه دي مش هتنفخها معايا. مجرد ما ريحت الدقيق، مجرد ما ريحت العجين فرد معاكي. وانا اهي بكده زي ما انتم شايفين اهي الفطيره. وادي قلبها وادي الحشوه من جوه زي ما انتم شايفين. دي اخر فطيره. هحط لها بقى الحشوه بتاعتها. وانا كده حطيت لها الحشوه خلاص. دي اخر حاجه. هبتدي بقى ان انا المها. دي كانت اخر حاجه والعجين خلص معايا. بس انا خليتها تخينه شويه عشان حشوتها ما شاء الله مليانه. وانا كده قفلتها اهو. سيبها بس ثواني تستريح كده واروح اسويها. وكده زي ما انتم شايفين اخر فطيره الحمد لله. دي مكلبظه شويه، لميت بقى فيها اللي بقى كله. بسم الله ما شاء الله. عملوا لي 5 فطاير كبار و2 صغيرين كده وهي قدامكم. ادي الفطير قدامكم اهو. وبكده يبقى ده الشكل النهائي بتاع الطبق. وادي قطعة الفطير قدامكم اهي قدامكم اهي. الهنا والشفا واحلى فطير هتاكلوه. ده فطير بالحشوات. ممكن نعمله بدل ما نحشي كل الكلام ده، نعمله عادي فطير عادي. بس نحط معلقه سكر في العجين عشان يطلع معانا ان احنا نعرف ناكل بيه جبنه، ناكل بيه عسل. واتمنى ان اكلاتي تعجبكم يا رب. ودي اخر فطيره. كنت نفسي والله ان انا اجيب لكم كل الفطير، بس كان كل اللي بيطلع بيتاكل اول باول. بالهنا والشفا يا رب، وبالهنا والشفا على كل الناس. ويا رب اكلاتي تبقى عجباكم. ما تنسونيش في الاشتراكات. باي باي.